السلام عليكم. النهارده وصفة جديدة. قبل أي حاجة كل حاجة زي ما انتم متعودين بنصلي على الرسول ونقول تاج الذكر: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد كل شيء قدير. ويلا نشوف وصفتنا ايه النهارده ونجهز معاكم فرزانات رمضان. وكل سنة وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. يلا معانا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل معاكم بقى كفتة عشان نفرزنها، عشان كل سنة وانتم طيبين. فرزانات رمضان بقى نتغدى منها اول يوم والباقي هنحطه والباقي في الفريزر. ممكن اديله يعني يشمع كده في الفرن واقرصه في اطباق، وممكن ارصه في صينيه ولما يشد اروح حاطاه في اكياس. طبعا نحط الفلفل الاسود، نعمل البصل مش بنفر مجمد، عليه رشه فلفل اسود بملح علشان البصله ما تصننش. البصل ده احطه في الفريزر برضو ان شاء الله. ممكن ناخده كله صح. من غير رمضان من غير اي حاجه الحاجات دي كلها بنبقى مخزنها في الفريزر، بس نسهل علينا الطبخ وكده، تبقى الامور كلها سهله ان بالذات شاء الله. الست العاملة تخفف عليها ده احنا كنا عدنا عاملات من غير ما نكون عاملات، الحمد لله. وعايزين حاجه سهله وكده تسهل علينا الطبخ، مش واحد يستثقل دخول المطبخ. كمان شوية فلفل. البصل تكتين اتنين مش هنقص. بحب البصلة تجرش عشان لما تنفرم كده تمام، ما تنفرم مع اللحمة. مع الكفته ما تطرهاش ودانها باينة، يعني بحبها يعني باينة. احنا طحناها الطحنه اللي هنفرزنها بيه، والباقي كده هنكمله مع اللحمه عشان نعمل الكفته يعني. بس هو ده الفرمه اللي احنا هنفرزنه بيه. واضح معاكم اهو. دول يبقوا كتير على الكفتة. الكفتة ما بتحبش بصل كتير عشان تعالي كده، تعالي معايا كده. عصرت اهو شوية، وهاخد المية بتاعتها اصبع بيها او احطها عليها وانا بسويها، يعني نص عصرة عشان النكهة كلها مش تروح فيها يعني. احنا بقى حطينا الخضره برضو، احنا مقطعينها وغاسلينها ومنضفينها ومفرزينها، طلعناها كده كده. ده برغل، كوباية برغل كبيرة، دي كيلو لحمة عليه 100. هنا ده كوباية برغل غسلتها بمية مغلية وصفتها وغطيت عليها وسيبتها لمدة نص ساعة. غسلتها كوباية برغل، حطيت عليها كوباية ونص مية مغلية وصفيتهم يا دوبك، سيبتها مبلولة بس كده، وغطيت عليها لمدة نص ساعة، نفشت وما فيهاش مية ومش محتاجة عصران. برغل اكياس اللي هو من غير رملة، اللي هو المعبأ. البرغل يا جماعه اللي بيبقى معبأ بيبقى مفيش رمله، اما اللي بيبقى سايب انتبهوا بيبقى فيه رمله. هنا اللحمة اهي، البرغل، البصل، بصلة كبيرة أو بصلتين متوسطين، ربطة خضرة، بقدونس، معدن شبت، معدن كزبرة، مش فيه بقدونس بس خلاص مش فيه خالص مش مشكلة، واللحمة وادي لما المفرومه حطيناها في المفرومه، وبعدين نحط دهليه ولا دهنه 150 دهنة ضاني 150 جرام. اللي ما بيحبش الضاني ما يحطهاش، يحط دهنه عاديه بتاعت مش اللحمه. فيه دهنة حطي ربع كوباية، يعني معلقتين كبار سمنة بلدي أو سمنة عادية أو زيت، أي حاجة. المادة الدهنيه اللي تحبوها. بس هي الأفضل اللي هي الأفضل عشان يعني. نكهه يعني تدي نكهه حلوه. كزبرة ناشفة معلقة كبيرة، حبة هن نص معلقة، معلقة توم مفرومة كبيرة، أو على حسب إحنا بنحب التوم، أنا هحط معلقتين ماشي.
حطينا حبهان، حطينا كزبره، هنحط فابريكا او جرن فلفل احمر مدجوج. ماشي تمام. هنحط بهارات، مش مكعبات هنحط ملح، ده مكعبات بودر. احط معلقتين كبار، مش هحط. فيك تحطي بيضه وفيك ما تحطيش. هنحط معلقه كبيره بودر او نص معلقه كربوناتي. دي كربونات الصوديوم. هنقلب. ممكن تضربيها في الكبه، لو لحمتك ناعمه ممكن تقلبيها، لو قادره تقلبيها بايدك. تمام. وهوريكي اللي هقلبها بس في بعضيها كده وافككها، وبعدين اديها نص ضربه في الكبه، وممكن ما اضربهاش على حسب رغبتك، بتحبيها وممكن خشنه على فكره بتحبيها. برضو يا جماعه اللي مش يفضل يعني اضربي نص الكميه ونص التاني قلبي انت كده بايدك عشان تطلع مش مكتومه. يفضل يعني لو عندك امكانيه انك انت تضربيها ضربه هتعرف تضربيها نص ضربه ونص ضربه كلها، اوكي، عشان ما تطلعش مكتومه. يعني لما بتضربيها نص الكميه ونص الكميه لا بتطلع حلوه ومش مكتومه، وتطلع كده هشه وطعمها جميل ما شاء الله. وهنوريكم لما نيجي نضرب في الكبه، وهنوريكم واحنا بنصبع، ونوريكم واحنا نسويها ان شاء الله. هنقلبها يا جماعه فيكي وبعدين تستغني عن البرغل، ممكن تحط رغيفين عيش بقسماط تضربوهم في ناشف، الكبه، بقسماط او بودر، بقسماط، او بقسماط اللي هو بتاع العيش الناشف ده، وبنطحنه. بقسماط من اللي بتاع بتحطيه في البانيه. الشاي ده وطحنتيه عادي، بيبقى جميل وتحفه. 2 فينو مثلا، 2 3 فينو، 2 شويه على حسب كده. الكميه برضو. انت بالنسبه لك ممكن انت احط عامله كام بيض. قد ايه ديت مقدارك؟ كوبايه ونص برغل حطهم على لا ايه؟ انا حاطه كوبايه برغل على على الكيلو، على الكيلو يعني وكفتة؟ ربع كيلو برغل على الكيلو. ممكن تحط نص كوبايه، ممكن. انت هو بقول لكم تاني البرغل السايب في رمل عشان مش تلاقوا بيقرمش منكم وتقولوا الله يسامحنا. البرغل اللي بيبقى في سايب بتجيبوه سايب بالكيلو بالنص كيلو بربع كيلو ده بسايب، بيبقى فيه رمله. انتبهوا الافضل نوع برغل اللي بيبقى جاي في اكياس. ومش كله على فكره. يعني استغلوا شويه، مش هتجيبوا ابو 30، لا هاتوا الاعلى، لان ابو 30 ده في نوع كده اخره جيم، حرام بقى. يعني بيبقى فيه جربناه في مره بيبقى فيه رمله اللي اخره حرف الجيم. هاتوا ما اعرفش دلوقتي ايه بصراحه، احنا جربناه مره زمان وطلع في رمله فمش عيدناها تاني، ممكن يكون اتحسن الوضع، فخلي بالكم. احنا كده يا جماعه بصوا قلبناها احنا لو عملناها كده يعني هتفك. لا مش هتفك، مش المنظر بس هتبقى ايه. والله انا نفسي في مره نجربها كشكش كده. من والله غير جربي يا اختي، نسيب لك واحده من غير كب. والله حاسه انها هتطلع اطعم من غير ما هي بتبقى اطعم بس من غير عشان الكب، الدهنه عشان وكل حاجه يعني تختلط. عشان هو ممكن تخبطها نصها ونص الكميه، لا دي ده اللي بيبقى بيقعدوا أحسن. يضربوها لما الفتل تطلع، مش عارفه ايه لا كلام طبعا، فاضي. لا طبعا تطلع مكتومه مش حلوه خالص، مكتومه يعني. اجرب لك واحده من غير. بصراحه انا بحبها من غير ضرب بصراحه، بس ببقى خايفه انها تفك، لا فبنقول نضرب مش نص هتفك، نص هي العمى ولا هتلاقيها العمى كشه او ملمسها مش خشن هيكون يعني. يعني مش هتطلع زي بتاعه الكباب. بتاعه الكباب دي بيضربوها يعني في الكبه. بضربها انت في عارفه لا العجان الكبير. انت عارفين بقى بحاجه احلى من ده كله، بدل ما العجان. تعملوها بتاع ده العجان بالعجان، خطتين. في العجان بتاع العجين تحط كده الكف وتخليها تلف لفتين كده حلوين، هتلاقيها احسن من الكبه، تطلع تحفه. احنا بس بنبقى احنا نعملها بالعجان كده، ممكن تتصبع على فكرة، مش هتقول لا، بس هو طبعا مش ممكن واحد يجيب مضرب البيض ويحط اللي لا بتاعت تتكسر. الاتنين اللي هو لا يتحرق. في بتاع عجان فيه يتحرق يا ماما. يتحرق في ده. تقيلة. يبقى يا جماعه العجان، يا جماعه اللي عنده عجان نعمة بصراحة. يضرب فيه هي الكلام. نعمة بدل ما تتسمخ ومش كأنك قعدتي تعجنيها كأنك عملتها في المضرب، بس من غير ما تعملها في المضرب، ومش هتطلع كانت مكتومة، تطلع تحفة بصراحة. احسن من بالنسبة لي انا، هتبقى احسن من ضربها في الكب، تطلع تحفة ما شاء الله. هنعملها بقى دلوقتي كده وهنوريها لكم. احنا هنضرب نص الكمية ونص الكمية التانية لا، وهنلم كله على بعضه تاني. هنا اهوت يا جماعة بعد ما ضربناها في الكبة خبطة واحدة، مش طولنا، تمام. واحنا هنا عملناها صوابع عريضة شوية. هنشكل زي ما احنا عايزين على ايد معلقة بلاستيك
وبعمل كده اهو. ماشي، او سكينه بلاستيك او ايد. زي على الخشب. الكباب التركي بيبقى عريض كده. ده شكل، وهنعمل كذا شكل مش شكل واحد. تمام. ونعمل في الاخر قبل ما ندخله كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو، عشان يدينا يعني زي ايه السيخ كده. وبقى تفحموها بفحمايه بقى، وكانك عملتيها على السيخ من غير ما تعملي فحم. هنكمل البقيه زي ما انتوا شفتوا كده. وفيكي تعملي كور، وفيكي تعملي صوابع. وانا على فكره الكور بكورها، بس عصت ايديها بشويه زيت. والكور بكورها كده، وبرضو بخرمها خرم. ليه؟ عشان تديها تنفيسه. ممكن بقى في السيخ مش تخرميها، وتحط في السيخ 2 3 وتشوي. سيخ الشيش طاووق. ممكن يعني، وممكن تخرميها كده، وممكن وممكن تعملها كور براحتكم يعني، اللي يعجبكم. وممكن كده. واحنا بنوريكم الافكار يعني، وانتوا تختاروا اللي يناسبكم. والكور ده بنحطها في الطبيخ لما يكون عاملين لو صينيه اتشوت في حاجه الفرن، في لو الفرن. اتشوت في الفرن مش هتقول لا يعني. ممكن تشوها في الفرن عادي، والاطفال يحبوا الكور والحاجات ديت. وممكن صوابع، كل يعني تشكلي بينها زي ما انت عايزه عايزه. الكوره. بنخلص تشكيل هنوريكم. بنمسح الصاج زيت او تمليه فويل براحتكم. احنا عشان كده هنشمعها قبل ما ندخليها، علشان بس المكان ما تفعصش، او نشمعها في الفريزر تمسك نفسها، بعد نرصها في اكياس او في علب. ويفضل في علب بين الرصه والرصه كيس نايلون. ويفضل في علب عشان مش حاجه تيجي عليها وتنضغط وتبوظها يعني. عندك بقى مساحه في الفريزر، حطيها في اكياس براحتك. مش عندك ممكن تشمعها في الفرن 5 دقايق تمسك نفسها وتحطيها. بس. وهنكمل بقيه الكميه يا جماعه، وهنوريكم احنا معاكم. يعني استنوني. ما شاء الله حطيناها على بطاطس ودخلناها الفرن. ما شاء الله تبارك الرحمن اهو. بطاطس تحت وفلفل وبصل. ما شاء الله تبارك الرحمن، بألف هنا. طيب ده نص تشميعة تنحط، ولما نطلعها نعملها زي ديك، نحطها في بطاطس، نحطها كده، نحط على سيخ كده تشميعة بس عشان نعرف نفرزنها بس. والتانية سويناها عشان تشميعة. دي كده سويناها عشان الأكل، ودي شمعناها عشان نفرزنها. وبألف هنا. متنسوش لايك وكومنت حلو زيكم. متنسوش صلوا على الرسول وتقولوا تاج الذكر لا يحضر شريك الملك الحمد لله شيء قدر. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نشوفكم على خير في وصفة، وكل سنة وانتم طيبين.